السلام عليكم. سؤال: لو عندي عربيتين ماشيين على نفس الطريق بالظبط، واحدة ماشية على سرعة 70 ميل في الساعة والتانية على سرعة 100 ميل في الساعة، اللي هم حوالي 112 كيلومتر في الساعة و160 كيلومتر في الساعة، 70 و100. العربيتين نفس الوزن، نفس الفرامل، نفس الطريق، نفس الظروف، نفس كل حاجة بالملي. وبعدين لقوا شجرة واقعة قطع الطريق قدامهم هما الاتنين فرملوا في نفس اللحظة بالظبط ونفس الرياكشن تايم، بحيث ان العربية اللي كانت ماشية على سرعة 70 ميل في الساعة دي وقفت قبل الشجرة مفيش ملي واحد. العربية التانية بقى اللي كانت ماشية على 100 دي، هي أكيد بما إنها أسرع من ال70 ما لحقتش تفرمل وأكيد خبطت الشجرة. السؤال هنا: خبطت الشجرة على سرعة كام؟ السؤال ده نزل في مجلة علمية سنة 2019، وهديلك فرصة تفكر في إجابة السؤال. أنا محمد شفيق، يلا بينا. رجوع مرة تانية لسلسلة التعديل. بقالنا شوية مع سلسلة نقل الخبرات. محمد السمري كان معانا حلقتين، معانا حلقة بنيها مش شاريها مع العربية السوبارو بتاعت أحمد زكريا، وكلامنا بإذن الله النهاردة هيكون على الجزء الخاص بالأداء بتاع الفرامل وتوقيف العربية في أقصر مسافة ممكن. قبل ما نجاوب على السؤال بتاع المقدمة، تعالوا نتكلم على شوية حاجات. رقم واحد: أهمية الكاوتش في قصة الفرامل. عربيتك فيها أعلى أنظمة الأمان، فيها أحدث التكنولوجيا بتاع الفرملة، فيها كل السحر وكل الحاجات اللي ممكن تخليك ما تعملش أي حادثة في حياتك. همزة الوصل الوحيدة بين العربية وبين أنظمة الأمان دي وبين الأرض وبين الطريق هي كاوتش. وبالتالي إن أنت تهمل في الكاوتش بتاعك، سواء من ناحية النوع، إن أنت تسترخص في الشراء بتاعه، إن أنت ما تغيروش في ميعاده وتسيبه يعيش مدة طويلة وينشف ويشقق، وإن أنت ما تحافظش على الضغوط بتاعته، دي من أخطر الحاجات اللي بتعرض صاحب العربية وممكن العربيات اللي حواليه لا قدر الله للخطر. لو تفتكر إحنا كنا ذكرنا الحتة دي بسرعة كده في حلقة التسارع. أنا في عندي 3 حاجات في أي عربية في الدنيا دول ما بسترخصش فيهم، وبشوف أجود وأحسن حاجة إمكانياتي تسمح إن أنا أجيبها: كاوتش، فرامل، إضاءة العربية. ولو بصيت على ال3 كلها عوامل امان، مفيش عربيه تخلو من ال3 دول. ايه فايده الباور؟ ايه فايده العفشه؟ ايه فايده اي حاجه لو انت مش هتعرف تسيطر عليها، او مش هتعرف تقف كويس، او مش هتبقى شايف انت رايح فين؟ وبعدين انت ممكن تقعد تصرف في الحاجات دي سنين وسنين وتقول انا بقالي 10 20 30 سنه اهو سايق وما حصلش اي حاجه. صح، بس هي مره واحده بس ممكن تحصل في ال30 40 50 سنه اللي انت بقالك بتسوق فيهم، وتحتاج فيها الفرامل دي. ساعتها هتستاهل كل جنيه كان ممكن تدفعه فيها. فموضوع ان انا بقالي 20 و30 سنه سايق وما حصليش اي حاجه، ربنا يبارك لك وتفضل كده على طول وعمرك ما تحتاج الفرامل دي خالص. محدش يتمنى الشر لاي حد، بس ما ينفعش تهمل فيها وما تاخدش بالاسباب. مره كنت مسافر السويس مع احد الاصدقاء المقربين، ايام الطريق بتاع زمان، ايام ما كان 3 حارات، الجزء اللي لسه موجود منه في الاخر ده، وماشي في الحاره اللي في النص بسرعه الطريق، وبعدين الطريق لافف بينا. يا دوبك الملف اتكشف، لقيت عربيه نقل بمقطوره بتلف يوترن بعرض الطريق وقافلاه. بفضل ربنا سبحانه وتعالى فرملنا ولحقنا، وقفنا قبلها بمسافه حلوه جدا. بس للوهله الاولى اول ما الملف اتكشف وشفت العربيه النقل دي بالعرض، حسيت ان احنا ممكن ما نلحقش نقف، يعني كانت فرمله عنيفه. وانا فاكر ساعتها صاحبي بقى قال لي واحنا مروحين: انا دلوقتي عرفت انت بتصرف على الفرامل ليه. النقطه اللي عايز انبهك ليها بعد كده قصه المسافه مع السرعه. النهارده العربيات الكويسه بالكاوتش كويس على اسفلت كويس بتفرمل من سرعه 100 كيلومتر في الساعه لصفر في حوالي 33 متر. انت كل ثانيه ماشي فيها على سرعه 120 انت بتقطع 33 متر. فهنا هيجي العامل الاولاني معاك، وهو حاجه اسمها الرياكشن تايم او سرعه رد الفعل. انت شفت حاجه، على ما شفت الحاجه دي ومخك فكر فيها واستوعبتها، ورجلك اتحركت او اتنقلت من بدال البنزين لبدال الفرامل، وداست على بدال الفرامل، وعلى ما الفرامل ابتدت تمسك وتعشق، عد انت بقى الرياكشن تايم ده عامل ازاي. فلو انت ماشي على سرعه 60 انت قطعت 15 متر على ما ابتديت تفرمل. لو ماشي على سرعة 120 انت قطعت 33 متر على ما ابتديت تفرمل. فالموضوع مش هزار ومش لعبة. انت ممكن ما تحسش السرعة دي شكلها عامل ازاي على الطريق فاضي والمسافة بينك وبين العربيات واسعة، لكن اول ما يبقى فيه عربيات ويبقى فيه زحمة ويبقى فيه حواجز، يبقى فيه اي حاجة لا قدر الله ممكن تخبط فيها، ساعتها هتكتشف ال 30 متر دول قد ايه مسافة قصيرة جدا ومش هتلحق تتصرف فيها. فدي اول حاجة محتاجين ناخدها معانا في الحسابات، الرياكشن تايم او سرعة ردة الفعل. انت كده كده مثلا ليتس سي هتاخد ثانية علشان تتحرك وتدوس فرامل، كل ما سرعتك تزيد كل ما المسافة اللي انت بتقطعها في الثانية دي بتكبر جدا. تاني حاجة مسافة الفرملة. لو بصيت على الرسمة اللي انا حاططها لك دي هتلاقي فيها المسافة بتاع الفرامل بتاعتك شاملة الرياكشن تايم بتاعك في السرعات بشكل تصاعدي لغايه سرعه 80 ميل في الساعه، اللي هي 120 130 كيلومتر في الساعه. الفروق ما بينهم فعلا مرعبه. والناس اللي جربت تسوق على الاوتوبان اللي السرعات مفتوحه فيها ما فيهاش حدود، اول تعليق بيقول لك عليه: فرامل فرامل فرامل. مهما كانت عربيتك ومهما كانت الناس متعلمه قوانين وحافظاها، هتلاقي واحد يخالف التوقعات. هتلاقي واحد فجاه سرح وقرر ان هو يطلع عشان يتجاوز العربيه وانت داخل في ظهره على سرعه 250 كيلومتر في الساعه. هتلاقي واحد ابتدى يطلع وبعدين شافك متاخر قام راجع تاني فهو
مهوشك تقوم العربيه رايحه منك. فلو انت ما حصلتش في السواقه ومفيش زيك، انت ما تقدرش تعتمد على ردود فعل الاخرين وعلى الظروف المتغيره. وهقول لك على حاجه، خش اتفرج على الفيديوهات المنتشره موجوده على الانترنت بتاعه الحوادث، هتلاقي فيها حاجات فعلا هتفتح لك عينيك. انا ليه بقول لك الكلام ده وبتك عليه وبركز عليه؟ علشان ابين لك قد ايه اهميه الفرامل. هستفاد ايه لما انا اقول لك حط احسن كاوتش وحط احسن فرامل عندك في العربيه، وبعدين نلاقي صاحب العربيه دي بقى مطمن ان هو معايا فرامل جامده وكاوتش جامد انا ما حصلتش، وتلاقيه بقى ماشي زي الصاروخ وياخد غرز ويعمل كل حاجه وما هواش مستوعب خطوره اللي هو بيعمله ده. لسه من يومين بالظبط واحد باف 30 في شارع ال90 تقريبا كان بيفرج الناس قد ايه هو جامد، دايس بنزين للاخر وعمال بالعرض يمين وشمال والشارع زحمه جدا. يعني هو كل ما بيتاخر ما بين عربيه وعربيه هو ما هواش عارف ايه اللي هو شايفه الناحيه الثانيه، خصوصا ان هو دايجونال بالعرض، فهو واقف هنا وفي عربيه هنا وهو جاي بيعدي كده، انت مش عارف في ايه الناحيه الثانيه، وياخدها ويقوم فجاه متفاجئ ومفرمل، وبعدين يقوم كاسر الناحيه الثانيه وظهر عربيته لعب اتزحلق منه. ماشي، ربنا هيسترها معاك مره واثنين وثلاثه وعشرة، ومفيش بالمناسبه قصه رصيد الستر خلص، دي ستر ربنا سبحانه وتعالى ما بيخلصش، لكن عدت منك مره واثنين وثلاثه وعشرة وعشرين سنه. ما هو مفيش حد بيعمل حوادث خطر في حياته 5 و6 مرات، هي بتبقى حادثه واحده بس، هي بتبقى مره واحده في العمر. فبالله عليك لو انت من الناس اللي بتعمل كده، خدني على قد عقلي وروح بص اتفرج على فيديوهات الحوادث شكلها عامل ازاي، وجرب التمرين اللي انا هقولك عليه ده. افرض اسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل في الطريق، بمعنى انت ماشي على الشمال مثلا وبتخطي عربيه ماشي على سرعه الطريق 100 ولا 120 ولا اي حاجه، وعلى يمينك عربيه وعلى شمالك الرصيف، فتخيل كده وانت بتعدي العربيه دي قامت ايه بس خارج من حارته كده سنه صغيره. عايزك بس ايه جسمك يحس بالاحساس ده، ساعتها هتعمل ايه؟ هتتصرف ازاي؟ هتفضل معدي بنفس السرعه دي ولا لا؟ افرض وانت ماشي مثلا بسرعه شويه وداخل ولقيت الدنيا زحمه، افرض ان فجاه ما لقيتش فرامل، بتدوس على بدال فرامل ما لقيتش فرامل، هتعمل ايه؟ مرن نفسك ان انت تبتدي تستوعب المواقف دي وتقدر وتستوعب المخاطر اللي حواليك دي علشان تستفيد وتكتسب خبره. الناس لما بتكبر في السن بالمناسبه يقول لك سايق زي جده ومش سايق زي جده، هو جده مثلا ما بيعرفش يجري، ما بيعرفش يمشي بسرعه، هو الفرق بس ان هو وصل لمرحله من النضج والخبره وشاف حاجات اكتر منك بكتير. يعني عايز اقول لك مثال مشهور بيحصل معايا مش مره ولا اتنين ولا ثلاثه، مرات عديده جدا، ان انا ببقى ماشي في الدائري، الجزء اللي هو البطيء من الدائري، وعارف انت كده بيبقى في مخارج اللي هي بتخرج على الدائري الواسع اللي في النص، كتير بتحصل ما بقاش ماشي على الشمال خالص، ببقى ماشي مثلا في الحاره اللي جنبيها، وبعدين جاي عند المخرج ده وعلى يمين عربيه بس قدامي شويه لوهله كده ايه، طب افرض قام قرر يخرج، وحصلت معايا اكتر من مره والاقيه فعلا بيخرج من قدامي، لو انا بالظبط كنت كملت بنفس سرعتي مش هزود ولا هعمل اي حاجه كنا خبطنا في بعض. ماشي يا صديقي، انا مصدق ان انت جامد وما حصلتش ومفيش زيك في الكون كله، بس في حواليك بشر تانيين، في واحد هيقوم مهوشك كده اهو هيبوظ لك حساباتك كلها، يطير لك الدنيا. اتفقنا؟ نيجي بقى لاجابه السؤال، العربيتين بتاعت ال70 ميل في الساعه وال100 ميل في الساعه، ال70 دي وقفت بالظبط، ال100 ميل عند نفس اللحظه دي هتخبط الشجره على سرعه 70 ميل في الساعه بالظبط، 71.4 ميل في الساعة. هل الرقم ده كان يخطر في بالك؟ اللي كان ماشي على سرعة 112 ده لحق وقف، واللي كان ماشي على 160 هيخبط في الشجرة على سرعة 112 كيلومتر في الساعة. ولو انت عايز تعرف تفاصيل الحسبة دي كانت عاملة ازاي، هحط لك رابط فيديو هنا اتفرج عليه. كده احنا خلصنا الجزء الخاص بينا احنا في تحسين اداء الفرامل بتاعتنا وسواقتنا في العربية، ده الجزء اللي واقع علينا احنا ان احنا نعمله. طيب نيجي بقى للمكونات، هقول لك نمرة 1 و2 و3 في تحسين اداء الفرامل بتاعك هو الكاوتش. كاوتش كاوتش كاوتش. تعال كده هوري لك مثال بدراجي في عربيتي انا الشخصيه، فرمله من 100 ل 0 في نفس المكان، فرق التوقيت ما بينهم كان حوالي اسبوعين. الفرد اللي انا كنت مركبها في الاول كانت البريدجستون البوتنزال ادرينالين RE003، ده المفروض كاوتش قريب من السيمي سليك تريد وير 200، ده انا كنت مختاره علشان كان اعلى حاجه فيها تماسك وكان انضف حاجه موجوده في المقاس ده عند بريدجستون وقتها. في نهايه العمر بتاعه بعد حوالي 2.5 سنين تقريبا ركبت الفرد RE004، نفس الفرد بالظبط من نفس المصنع بس الموديل اللي بعديه، وزي ما بقول لك التجربتين كان ما بينهم حوالي اسبوعين تقريبا. شايف فرق الفرامل عامل ازاي؟ حوالي 14 متر فرق بس بسبب الكاوتش. يبقى لما اقول لك الكاوتش نمره 1 و2 و3 في تحسين اداء الفرامل بتاعك، فعلا هو الكاوتش الحاجه الوحيده اللي ماسكاك في الارض وبتوصل كل انظمه السلامه اللي راكبه في العربيه بتاعتك بالارض. قبل ما نخش بقى في بقيه مكونات الفرامل بسرعه كده، هي الفرامل دي بتشتغل ازاي؟ انت عندك بدال فرامل حضرتك بتدوس عليه، بدال الفرامل ده واصل بماستر، الماستر ده فيه زيت فرامل، لما بتدوس انت على البدال بيبقى فيه سيرفو كده شغال بفاكيوم من الموتور بيساعد معاك الدوسه، ما تفتكرش ان انت رجلك هي اللي بتدوس على الفرامل
الدوسه دي كلها لا، في سيرفو بيساعد معاك، بيشفط كده بدال الفرامل اللي جوه معاك. ولو انت جربت تفرمل وعربيه مبطله زي ما بيسموها الفرامل حجرت تحت رجلي، لان انت ما عندكش السيرفو يشد معاك، فبدال الفرامل ده بيحرك بيستم جوه ماستر الفرامل. البيستم ده بيقوم ضاغط زيت للاربع تركان بتاعه العربيه، الزيت المضغوط ده بيخش في الكاليبر او الدشمه بتاعه الفرامل بتاعتك، وبيزق لقمتين التيل ان هم يحضنوا الديسك اللي بيلف مع العجله يكتفها علشان يفرمل لك العربيه. يبقى انا عندي كده من بعد بدال الفرامل عندي السيرفو، عندي الماستر الرئيسي، عندي الكاليبرز، عندي الطنابير، عندي التيل، عندي خراطيم الفرامل اللي بتنقل الزيت ده لغايه الكاليبر بتاعي. فهي الفرامل علشان توقف لك العربيه بتحول الطاقه الحركيه دي لطاقه حراريه، كاينيتيك انرجي لهيت انرجي. واكيد كلكم فاكرين قانون الفيزياء المشهور بتاعنا ان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم. فهي الطاقه الحركيه وزن العربيه ده كله اللي احنا بنوقفه بنوديه فين؟ بنوديه حراره في التيل والطنابير. تمام كده؟ فدي نقطه مهمه. ليه بقولها لك؟ علشان اقول لك ان التيل والطنابير بتوعك دول افرض ان هم سخنوا بقوا مولعين نار، هم خلاص بقوا متشبعين بحراره عاليه جدا من كتر الفرمله بتاعتك، ومش قادرين ياخدوا اي طاقه حركيه تانية يطلعوها لك حراره ويوقفوا لك العربيه. ده اللي احنا بنسميه البدال بقى طري تحت رجلك، ان انت بتدوس على البدال مره واثنين وثلاثه واربعه، او محمل على البدال لفتره طويله مثلا وانت نازل منزل او عربيه فيها وزن او كده، بعد شويه البدال هتلاقيه طري. هو ليه بيحصل كده؟ حاجتين: ان التيل والطنابير دول وصلوا لدرجات حراره عاليه جدا مش قادرين يوقفوا لك العربيه، او ان زيت الفرامل او الباكم ده وصل لدرجه حراره عاليه جدا وابتدى يغلي وما بقاش قادر يساعد الفرمله هو كمان. فممكن دي او الاثنين مع بعض. يبقى دي اول حاجه محتاجين نعرفها عن الفرامل. تاني حاجه هنتكلم على الاي بي اس بسرعه. انتي لوك بريك سيستم. انتي لوك بريك سيستم يعني ايه؟ يعني بيمنع العجل ان هو يقف خالص او يزحف على الارض. والناس العواجيز اللي زي حالاتي اكيد جربت الكلام ده بنفسها في العربيات بتاعت زمان. في اي فرمله طوارئ وما عندكش اي بي اس، بتدوس فرامل فجاه تلاقي الكاوتش كله مسك في الارض والعربيه عماله بتزحف ومش عارف تتحكم فيها. لو كسرت الدريكسيون كده هتلاقيها ماشيه بالعرض ما تعرفش تتحكم فيها خالص. فلما ظهر اختراع الاي بي اس ده بقى بيعمل حاجه ظريفه قوي، بيقدر يتحكم في عجله اول ما يلاقي العجله قفشت وابتدت تزحف يقوم سايب فرامل وماسك تاني بسرعه، لقاها ابتدت تزحف تاني يقوم سايب فرامل وماسك تاني بسرعه، سايب ماسك سايب ماسك، ويقدر يعملها عدد مرات كتير جدا في الثانيه انت مستحيل ان انت تعرف تعمله برجلك. فدي اديتك ميزتين: ان انت لما هتقوم كابس على الفرامل مره واحده العربيه هتقف في اقصر مسافه ممكنه من غير ما انت تبذل اي مجهود ولا تفكر ولا تقعد تحاول ان انت تدوس من غير ما تسحب. الميزه الثانيه ان بما ان الكاوتش ما قفش في الاسفلت او في الارض، ان انت تقدر تناور بالعربيه وتحود بيها يمين وشمال عادي خالص من غير ما تفقد السيطره على العربيه او تلاقيها بتعرض منك. ثالث حاجه محتاج تعرفها ان في حاجه اسمها ويت ترانسفير، زي ما اتكلمنا عليها في حلقه التسارع، ان انت لما بتيجي تتسارع بتلاقي العربيه كلها الوزن بيتنقل لورا، انت لما بتيجي تفرمل بتلاقي بوز العربيه هو اللي بينزل لتحت، وتلاقي ظهر العربيه هو اللي بيرفع لفوق. فمع انتقال الوزن ده كله لقدام اغلب الحمل بتاع الفرامل بيبقى على الفردتين اللي قدام. عايز تقول بقى 80 90% من فرمله العربيه بتيجي من الفردتين اللي قدام، تقريبا الوضع كده. علشان كده هتلاقي في اغلب العربيات بيحط لك فرامل كبيره جدا او ديسكات كبيره جدا قدام، ورا بتلاقي ديسكات صغيره وتلاقيها مش متهويه، ديسك رفيع جدا. ليه؟ لان ملهاش دور كبير قوي لما تيجي تفرمل مره واحده. طيب لو حد مركز معايا بقى وكان شاف حلقه التسارع هيقول لي طيب ما انا لو منعت العربيه انها تغطس بوشها قوي كده انا اقدر استغل العجله اللي ورا ده، وبدل ما يبقى عجلتين بس اللي عليهم 80 90% من حمل الفرامل اوزع شويه لود واخلي العجل اللي ورا يبقى متماسك في الارض ويساعد معايا في الفرمله. ده كلام سليم 100%. لو قدرت تقلل النوز دايف وتخلي الكاوتش اللي ورا يشارك معاك في الفرمله اكيد هتعرف تقف في مسافه احسن. فمن ضمن المميزات بتاعت حاجه زي العربيات الواطيه او سوسه التوطيه او الكويلات او الكلام ده انها بتخلي النوز دايف دي تقل، فبالتالي الاربع كاوتشات يساعدوك في الفرمله ويوقفوك في مسافه احسن. حلو جدا. نيجي بقى لنقطه مهمه فيها خلط عند اغلب الناس. انا عايز احسن الفرامل بتاعتي، انا هركب فرامل قد كده اهو، بيج بريكس زي ما بنسميها، هركب بقى كاليبر 6 بيستم و8 بيستم و500 بيستم، اكيد كده العربيه هتقف احسن. الجمله دي مش مظبوطه بنسبه 100%. وقبل ما تروح تكتب اي تعليق او اي حاجه خليني اوضح لك. هنتكلم دلوقتي على عربيه هتفرمل فرمله واحده بس خلاص، والفرامل اللي فيها نظام الفرامل اللي فيها حتى لو نونه قد كده اهو كافي ان هو يخلي العجل ده يلوك في مكانه، تمام؟ وهنفرمل من 100 ل0. حضرتك قمت كابس على الفرامل من سرعه 100، الاي بي اس اشتغل ووقف لك العربيه في مكانها. روح بقى هات طنبوره قد كده اهو وهات كاليبر 10 بساتم وركبه قدام وتعالى فرمل نفس الفرمله بالظبط بنفس العربيه بنفس كل حاجه من نفس السرعه، هتقف في نفس المسافه تقريبا بالظبط. انا قلت لك الشرط بتاعي ان الفرامل الستوك دي حتى لو كانت صغيره قادره انها تمسك الكاوتش خالص وتخليه يزحف على الارض وتشغل الاي بي اس، ساعتها مسافه الفرمله واحده. ليه؟ لان الطنابير والتير والكاليبر والبساتم دي كلها خرجت من القصه. اللي بيفرمل لك العربيه حاجتين:
الكاوتش التماسك بتاعه في الارض، واول ما يمسك ويبتدي يتزحلق الاي بي اس يقوم سايب وماسك تاني، سايب وماسك تاني. وبما ان الفرامل بتاعتك قادره انها كل مره تمسكه وتخليه يزحف على الارض، فالاي بي اس كده شغال والدنيا تمام، وكل اللي بيوقف لك عربيتك هو الكاوتش بس. امال يعني الفرامل الكبيره والبساتم الكتير دي ملهاش اي فايده؟ لا طبعا، محدش قال الكلام ده، ليها فايده وتعالى اوضح لك. الجزء اللي جاي بقى اللي هنتكلم فيه من مكونات سيستم الفرامل، عايزك تركز معايا فيه دايما في 3 حاجات. عندك حاجة إحساس بدال الفرامل، عندك حاجة اسمها مسافة الوقوف، عندك حاجة اسمها لما أكرر الفرملة التصرف هيكون عامل إزاي. ممكن يبقى عندي نظامين فرامل، واحد الإحساس فيه أحسن بكتير من التاني بس الاتنين بيقفوا في نفس المسافة بالظبط، فالإحساس مش مرتبط بمسافة الوقوف. يبقى أنا عندي حاجة اسمها إحساس بدال الفرامل، عندي حاجة اسمها مسافة الوقوف، عندي حاجة اسمها تكرار الفرامل أو المقاومة للفيد مع تكرار الفرامل، مقاومة إن البدال يطرى معايا كل ما فرمل. وقبل ما نتكلم عن المكونات ليا طلب بسيط عندكم. أنا ولا شاطر في جميع أنواع الكاوتش، ولا شاطر في جميع أنواع الطنابير، ولا التيل، ولا الريسنج كومباوند، ولا مش عارف ايه. الحاجات دي فيها انواع وفيها مذاهب كتير قوي. انا مش شاطر في كل الحاجات دي، وفي اراء مختلفه، وفي ناس بتقول كده وناس بتقول كده، فبالتالي انا بوفر عليك لو سالتني فيها هقول لك ما اعرفش. هتخش تدور على الانترنت، هتشوف الناس بقى بتقول عليها ايه، هتشوف ايه اللي متاح لعربيتك وتذاكر انت وتدور على كده. انا بس بقول لك هو كل حاجه بتعمل ايه، وهحكي لك على اللي انا جربته بنفسي، لكن اكتر من كده انا فعلا ما اعرفش. طيب اول حاجه معانا الطنابير. الطنابير اللي قدام عاده في اغلب العربيات بتبقى متهويه، هتلاقي كده في الديسك بتاعك في النص حتت مشرطه كده. الشرط دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن تهويه للديسك بتاعك، علشان وانت بتتحرك بالعربيه الديسك ده يتهوى ودرجه حرارته تنزل علشان يعرف يساعدك مع الفرمله اللي بعد كده. على عكس بعض العربيات في الديسكات اللي ورا هتلاقي ما فيهاش تهويه وهتلاقيها رفيعه خالص. ليه؟ علشان زي ما قلنا ما فيش حمل فرمله كبير على الكاوتش اللي ورا. طيب ركبنا بيك بريكس، كبرنا الديسكات دي، استفدنا ايه؟ حاجتين. اول حاجه احساس فرامل عالي جدا. كل ما المسطح او السيرفيس اريا اللي انت بتتحكم فيها كبيره، كل ما احساس الفرامل والموديوليشن ان انت تدوس على بدال الفرامل واحساسك بيه هيبقى احسن. كل ما الفرامل تكبر، كل ما المسطح بتاعه الطنبوره يكبر، كل ما تقدر تستوعب حراره اكبر من الطنبوره الصغيره. فبالتالي الطنابير الكبيره مع الفرامل المتكرره هتقاوم البريك فيد اكتر، هتقاوم ان البدال يطرى معاك اكتر من الفرامل الصغيره. فدي تاني ميزه للطنبوره الكبيره. يبقى احنا لو بنتكلم على فرمله واحده بس والطنبوره بتاعه العربيه الستوك قادره انها توقفها وتشغل الاي بي اس، الاثنين اول مره هيقفوا زي بعض بالظبط. طيب هل احساس البدال هيختلف؟ احساس البدال في الفرامل الكبيره هيبقى احسن. طيب هنكرر الفرمله لعدد مرات كتير، الاثنين كده كده هيحصل لهم بريك فيد، البدال هيطرى فيهم، بس الفرق ان الفرامل الكبيره هتاخد وقت اطول على ما يحصل لها الفيد عن الفرامل الصغيره. هتلاقي الفرامل الصغيره بعد المره الثانيه والثالثه والرابعه مسافه الفرمله بتاعتها ابتدت تطول، لكن دي محافظه شويه على المسافه بتاعتها اكتر من الثانيه. واكيد انت شفت الطنابير المخرمه اللي بيسموها دريل روترز، دي من الحاجات اللي بتساعد ان انت تهوي الطنابير شويه وتطرد الهواء ده علشان تقاوم البريك فيد او الفرامل المتكرره، ما تخليش الطنابير تسخن بسرعه زي العادي. السلوتس بقى او التشريط اللي بيبقى موجود في الطنبوره ده المفروض برضو بيساعد الفرامل بتاعتك. الغازات اللي بتكون ما بين التيل وما بين الطنبوره بتطرد من السلوتس دي بحيث ان انت تعرف تفرمل احسن. الموضوع ده برضو في مذاهب، في ناس اللي بتحب السلوتس بس يقول لك لا، الدريل دي بتيجي بعد شويه كده بتشقق وممكن تعمل شروخ ما بين الخرم والخرم، مثلا تلاقي فجاه حصل شرخ او الطنبوره تتكسر. انا مش هخش في القصه دي، اعمل انت الريسيرش بتاعك ودور. بس اهم حاجه احنا اتفقنا لما هنيجي نستثمر في الفرامل مش هنسترخص ونجيب ماده رخيصه او ماركه مش معروفه. انا تجربتي الشخصيه في الام 5 كنت جايب طنابير سلوتد ودريلد، وكنت جايب معاهم تيل فيه سيراميك كومباوند لسه هنتكلم عليه ماركه اكيبونو، وكانوا ادائهم هايل جدا. ما اتضايقتش خالص من قصه الطنابير دي ولا انها دريلد ولا حصل لي اي مشاكل فيها. لما نقلت فاك جالي عرض ان انا اركب الفرامل بتاعه الار، فركبت فرامل الار. كانت الطنابير والتيل طبعا مستعملين. الطنابير كانت جايه سلوتد، ركبتها ومشيت بيها شويه بس كرهتها تماما. التيل احيانا مع الحراره بيحصل له حاجه اسمها جليزنج، بتلاقي السطح بتاعه كده قلب زي الازاز وتلاقيه املس وبيلمع، ده ما بيفرملش كويس خالص. فاضطريت على طول ان انا اقوم رامي الطنابير والتيل دول في الزباله، واشتريت طنابير وتيل جداد. اشتريت طنابير قدام ماركه اي بي سي سلوتد ودريلد بناء على خبرتي مع الام 5، واشتريت ورا طنابير اي بي سي برضو بس مخرمه بس. وكانت التجربه المره دي مختلفه تماما. اول حاجه حصلت معايا ان صوت الفرامل بقى عالي جدا، بالذات لما فرمل من سرعه عاليه. لو جيت تفرمل من سرعه عاليه السلوتس دي زي ما تكون عماله بتقشر كده او بتخرط التيل. ما تسالنيش هي كانت بتعمل كده ليه في الطنبوره دي وما كانتش بتعملها في الطنبوره اللي قبلها، ما عنديش اي فكره. بس صوت الفرامل كان مزعج جدا على السرعات العاليه. المشكله الثانيه اللي قابلتني ان صوت الفرامل اللي ورا برضو الطنابير المخرمه دي لسبب او لاخر مع التيل ما كانتش كويسه. وقبل ما حد بس يفترض ان انا كنت شاري طنابير اي بي سي مضروبه يقول لي الكلام ده في التعليقات، لا انا ما كنت شاريها مضروبه وانا عارف انا شاريها من فين. فدي كانت تاني تجربه ليا مع الطنابير المخرمه ومشرطه. الطنابير قضت عمرها وعدى عليها كذا طقم تيل، وجي ميعاد ان انا اشتري طنابير جديده. اشتريت برضو طنابير اي بي سي بس المره دي اشتريتها مخرمه بس وما جبتهاش مشرطه. وطبعا بطلت اركب ورا اي طنابير مخرمه او اي اختراعات
الخبرات ما كانتش مستاهله خالص، وبقيت بركب الطنابير الستوك بتاعتها. ومن ساعه ما عملت كده مبسوط بيها جدا. اداء الفرامل هايل جدا، عمرها اطول من الطنابير اللي قبلها، وصوتها هادي جدا جدا جدا، ومبسوط بيها وراكبه معايا لغايه دلوقتي. في طنابير بقى بتبقى حتتين التو بيس والكلام ده، انا مش هتكلم فيها، الحاجات دي متخصصه قوي ومش موجوده عندنا، دور انت عليها بنفسك. قبل ما نخرج من حته الطنابير دي، عيب اخير للبيج بريكس ان وزنها بيبقى اتقل من الفرامل العاديه، والوزن كمان بتاع الفرامل او اي حاجه بتلف ده بيسموه انسبرانج ماس، يعني وزن مش متسال بالسوسته. فالانسبرانج ماس ده من اكتر الحاجات اللي بتاثر على التسارع بتاع العربيه وعلى الهاندلنج بتاعتها، فانت كل ما تعرف تخففه كل ما يبقى احسن. وكنت اعرف واحد لما بيجي يتسارع بالعربيه بيشيل البيج بريكس دي، يركب الفرامل الستوك، وبعدين لما يخلص يرجع يركبها مره تانية. نيجي بقى للنقطه الثانيه بتاعه الاتيال. التيل عندك النوع العادي خالص بتاعه العربيه بتاعتك، مختلف على حسب العربيه، مختلف على حسب المانيفاكتشرز اللي موجودين، وهتلاقي اوبشن موجود لاغلب العربيات. اتيال رياضيه بتستحمل درجات حراره اعلى. لو انت بتخش بالعربيه بتاعتك اوتو كروس وبتفرمل كتير، هتلاقي اختيارات ليك على حسب بقى انت بتستعملها بشكل عامل ازاي. في اختيارات وفي عالم تاني خالص انا مش هتكلم فيه. وفي المستوى اللي بعد كده طبعا مستوى الكربون سيراميك بريكس، بس ده مش هنتكلم فيه خالص، ملناش دعوه بيه. طيب الاتيال اللي انا جربتها، في الاتيال العاديه خالص، ودي انا بحبها وبكرهها في نفس الوقت. بحب فيها ايه؟ بحب فيها حاجتين. اول حاجه ان العربيه لما تكون بارده بتلاقي فرامل موجوده معاك، مش محتاجه ان الفرامل تسخن علشان تأدي. وتاني حاجه بيبقى فيها العضه الاولانيه دي ما بتبقاش موجوده في الفرامل اللي فيها سيراميك كومباوندز للي جربها. ما بحبش فيها ايه؟ ما بحبش فيها البريك داست، تراب الفرامل او السواد اللي بيطلع على الجنوط وبيوسخ الدنيا، ده كلنا مش بنحبه علشان بيهبب لنا الجنوط وبيوسخ. وطبعا المقوله دي انت اكيد سمعتها، بيقول لك لا طالما بيوسخ لك الجنط يبقى كده التيل شغال تمام. ماشي، مفيش مشكله شغال تمام، بس في ناس تانية بتشتغل تمام من غير ما توسخ لك الجنط بنفس الطريقه. طيب السيراميك كومباوندز انا جربت منهم ايه؟ جربت الاكيبونو ايام البي ام دبليو، وده كان زي الفل، بس كان العيب بتاعه زي ما بقول لك ان هو ما فيهوش العضه الاولانيه. تيجي تدوس بالفرامل وانت لسه خارج بالعربيه وهي بارده، بتدوس كده تلاقي البدال ايه يعني ما بتمسكش قوي معاك. وتاني حاجه ان انت اول 3 4 5 فرملات بتبقى الاداء بتاعها مش احسن حاجه، بعد ما التيل والطنابير يسخنوا بتلاقي الاداء احسن بكتير. لما نقلت بقى الفي دبليو جربت التيل الاي بي سي الريد ستاف. الريد ستاف ده المفروض تيل بتاع طريق يعني ستريت، بس بيستحمل درجات حراره اعلى شويه، في سيراميك كومباوند، وبيطلع تراب اقل من التيل العادي، بيطلع تراب كده لونه برونزي مش بنفس السواد بتاع التيل العادي. وده كان من احسن الاتيال اللي انا جربتها. في عيب خطير جدا، كانوا جايين في المانيوال معاه كاتبين ان هو هيقعد لاول 1000 كيلو تقريبا بيصفر. فعلا قعد اول 850 كيلو تقريبا بيصفر، كرهني في حياتي، وبعد كده سكت خالص. في نفس العيب بتاع السيراميك كومباوند، ان هو اداؤه وهو بارد مش كويس قوي زي لما يسخن، نفس الكلام. بس لما كان بيسخن بعد اول 4 5 فرملات بيبقى زي الفل، وكنت مبسوط معاه جدا. ونصيحه كمان للناس اللي بتفكر انها تركب فرامل الار، احساسها اعلى من العاديه، احساسها اعلى من بتاعه ال2000 العاديه. طب ايه مشكلتها؟ ما هياش اكبر بكتير قوي، غاليه. والمشكله الرئيسيه اللي مقابلاني دلوقتي ان التيل بتاعها مش متوفر بسهوله، والماركات الموجوده زي الايسر والكلام ده الاكسبيرينس بتاعتها سيئه جدا. انا احلى تيل جربته معاها كان الاي بي سي الريد ستاف والتيل الاتي. لو تضمن ان انت تعرف تشتري تيل اتي للفرامل الار توكل على الله. ده بس للتوضيح علشان في ناس سالتني عليه. ثالث مكون عندنا في انظمه الفرامل بعد التيل والطنابير هو الزيت بتاع الفرامل. حاجه ناس كتير قوي ما تعرفهاش ان زيت الفرامل ده له عمر. زيت الفرامل بيتغير ما بين كل 2 و3 او 40 و50 الف كيلو. زيت الفرامل زيه زي الايثانول كده، لما قلنا هايجروسكوبيك بيمص الميه والرطوبه من الجو، والاداء بتاعه بيقل، ودرجه حراره الغليان بتاعته بتقل مع امتصاصه للميه. فزمان كان بيقاوم عدد فرملات كبير قبل ما يوصل لدرجه حراره الغليان، دلوقتي مش قادر يقاوم لنفس درجه الحراره دي بسبب امتصاصه للميه وبسبب العمر بتاعه. فلو انت عدت عليك الفتره دي وما غيرتش زيت الفرامل، نصيحتي ليك روح غير الزيت بتاعك واستنضف في النوع اللي انت بتشتريه، هات انضف حاجه موجوده. وحاجه كمان بخصوص زيت الفرامل ده، انا بعملها ومبسوط بيها جدا، وكل ما بقولها لحد بيتبسط بيها. انا معدل كل 3 4 شهور بروح فيهم للميكانيكي والعربيه تترفع على الونش، بستغل الفرصه وباخد هوا فرامل. دي بتعلي لي بدال الفرامل وبتاخد احساس احسن ببلاش، مجرد ان انت بس تاخد هوا من دوره الفرامل. وكل مره باخد فيها هوا بلاقي شويه هوا صغيرين متجمعين في المساطر الفرعيه، لغايه لما بقى عندي شبه يقين ان دايما هتلاقي شويه هوا ولو نقطه صغيره جدا في دوره الفرامل بتاعه العربيه. التاثير بيبقى درامي كبير؟ لا، بس انا بحس بالتحسن في احساس بدال الفرامل بتاعي. النقطه اللي بعد كده في مكونات الفرامل، خرطوم الفرامل. انت بيبقى عندك خراطيم معدن ماشيه من الماستر بتاعك لغايه المساطر الفرعيه عند الكاليبرز، وبعد كده بيبقى عندك خرطوم رابر هو اللي بيوصل اخر حته في الفرامل. في ابجريد للخراطيم دي بيتعمل ان هو نفس الخرطوم الرابر، بس بيبقى حواليه شبكه معدن بريدد بريك لاينز بتبقى مقويه الفرامل شويه. الفكره في ايه؟ الفكره ان انت لما تحط ضغط على الزيت ده، خرطوم الفرامل لو هو مطاط مع العمر ومع الوقت ممكن يبتدي ينفش شويه مع الضغط ده، فياخد لك جزء من قوه بدال الفرامل دي تتنقل في ان الخرطوم ده ينفش. فالخراطيم البريد دي بتمسكها بتكتفها من الاخر، هي بتعمل ايه؟ بتعلي احساس بدال الفرامل. هتوقف العربيه اسرع او احسن؟ لا،
بتعلي احساس بدال الفرامل. انا شخصيا مركبهم قدام عندي وكان في فرق في احساس البدال. في بعد كده نقطه مهمه لازم تخلي بالك منها لو انت قررت ان انت تلعب او تغير في الفرامل بتاعتك، البالانس ما بين قدام وورا. دي من الحاجات اللي ممكن تاثر في مسافه الوقوف بتاعه العربيه، مش مجرد بس احساس الفرامل. الحاجات اللي تخلي بالك منها برضو ان الاي بي اس والسيرفو دول يكونوا مناسبين لسيستم الفرامل اللي انت بتركبه. واخر حاجه عايز احكي لك عليها في مكونات نظام الفرامل، تعديل موجود فقط للعربيات الفي دبليو من ايام الجولف المارك 3 لغايه المارك 6. احنا بنتكلم من سنه 95 لغايه سنه 2014 تقريبا. في حاجه اسمها تايرول بريك ستيفنينج كيت. بيبقى عندنا في طرف الكاليبر بتاعنا كده صباعين مطاط، الصباعين المطاط دول بيستبدلوهم بصباعين نحاس. دي بتفيدك في حاجتين. رقم واحد، المفروض انها بتخلي الكاليبر ما يبقاش فيه فليكس، ان هو البادز تتاكل بشكل متساوي، ما يبقاش فيه ضغط على ناحيه اكتر من الناحيه الثانيه. ودي برضو من المميزات بتاعه الكاليبرز اللي بيبقى فيها بساتم كتير، انها بتوزع الضغط احسن على التيل بتاعك، فما تلاقيهوش مشطوف، تلاقيه بيتاكل بشكل متساوي. والميزه الثانيه ليها ودي اللي كانت اهم بالنسبه لي، ان احساس بدال الفرامل بيختلف تماما. بتعلي جدا الاحساس، بتعلي لك البدال فوق. واقدر اوصفها لك كالاتي: انت لو سوقت اي عربيه فرامل ستوك بتاعتها، هل تقدر تدعي ان انت لما تحب تفرمل 50% فرامل كل مره بتدوس فيها على الفرامل بتلاقي ال 50% في نفس المكان؟ ساعات تدوس دوسه تلاقي الفرمله مسكت بشكل معين، ساعات تدوس نفس الدوسه دي تلاقيها مسكت بشكل اقوى او شكل اقل. البريك ستيفنينج كيت بتحل لك بقى المشكله دي. 50% فرامل في نفس المكان كل مره، 10% فرامل في نفس المكان كل مره، ما بتتغيرش. فدي من الحاجات الجميله جدا. انا مركبها في العربيه بتاعتي، واحد صاحبي مركبها في عربيه جيتا برضو، واحنا الاثنين مبسوطين بيها جدا. بكده احنا خلصنا كلام على المكونات بتاعه الفرامل. لو عندي نصيحه ليك بقى علشان تحسن اداء الفرامل بتاعتك: نمرة 1 الكاوتش، نمرة 2 انضف نوع تيل تعرف تجيبه، نمرة 3 لو ركبت طنابير مخرمة هتفرق معاك جامد جدا لو انت من الناس اللي بتفرمل كتير او بتكرر الفرملة. وخلي بالك هنا في ديسكليمر مهم: انت لو مركب طنابير مخرمة ومركب تيل كويس ورحت تفتري على الطنابير بتاعتك وعلى التيل، انت هتبوظ الطنبورة في لا زمن. انا اول ما ركبتها كنت فرحان بيها جدا، وكل شوية فرمل جامد وفرمل من سرعات عالية ومش عارف ايه، ما كملتش معايا زمن طويل وبان عليها تلوين كده مطرح الفرملة ومطرح السخونة، وكمان حصل شوية تشققات حوالين الاخرام اللي في الطنبورة. بس ده علشان انا كنت بفتري عليها. الطنبوره اللي راكبه معايا دلوقتي الحمد لله ماشيه زي الفل، علشان انا مش بفتري عليها وما فيهاش اي مشاكل من اللي انا وريتها لك في الطنبوره اللي قبلها. واخر نصيحه ليك هيبقى تغيير زيت الفرامل، وان انت تاخد له هواء كل فتره. لو انت بقى عايز تروح لبيج بريكس براحتك، لكن هقول لك بس على حاجه واحده: اتاكد ان انت هتعرف تشتري لها تيل، وان التيل بتاعها متاح، وما تقوليش انا هروح اركب تيل مالي رخيص علشان مش لاقي التيل بتاعها. لو هتعمل كده خليك في الفرامل اللي عندك واستنضف في الطنابير والتيل بتوعها احسن لك. يا رب تكونوا استفدتوا بالحلقه دي، وان شاء الله يوم الجمعه الجايه هننزل اول حلقه من سلسله وجهه نظر جس نبض كده. عايزين برضو نشوف رايكم فيها وناخد انطباعاتكم عنها. بص انا لو عملت كده ما ماشي. لا هي كده عادي. انا خفيف، انا اجل. الناس اللي طلبت كلام على المواتير الميتسوبيشي، احنا مسجلين مع محمد نشار باذن الله، الحلقات جايه قريبا. انت بعربيه لانسر اللي هي البومه بالموتور بتاعها الاصلي. الناس اللي كانت بتسال على التيوننج الستاند الون اي سي يوز، ارخص وسيله اوصل بيها ل 500 حصان، عندنا كلام ان شاء الله مع حسين عصام برضو متسجل. ده انت مثلا مثبت رجليك ار بي ام 3 مثلا وانت دايس فجاه، يعني انت دايس مره واحده في بنزين. وبنحضر لكم عربيات حلوه باذن الله علشان سلسله بنيها مشتريها جايه برضو هي كمان في الطريق. واخر حاجه، لو انت ما شفتش الحلقه اللي فاتت، احنا فتحنا جروب فيسبوك اسمه بنيها مشتريها بيلد نوت بوت بين قوسين ايجيبت. الجروب ما حصلش عليه نشاط كبير قوي لسه، مستنيين ناس من التيونرز والبيلدرز باذن الله جايين وهينشروا الكلام اللي موجود عندهم. لو انت مهتم ببيلدز العربيات، مهتم بالتيوننج، مهتم بالكلام ده، وعايز حته ما فيهاش دوشه وما فيهاش زحمه وما فيهاش اعلانات، تقدر تشترك معانا في الجروب ده. احنا مش بندور على عدد كبير، احنا بندور على جوده محتوى. ونشوفكم في الحلقه الجايه. سلام عليكم.